اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي. جايزه رجل المباراه في الدوري المصري، الجايزه اللي معروفه دايما مان اوف ذا ماتش. عارف ان في لعيبه علقوا عليها، قالوا ان هي مش حياديه او بيختاروها بطريقه مش محايده، وفي لعيب قال ان انا كنت حق بيها من زميلي اللي خدها، انا كنت نازل الشوط التاني عملت كذا، هو مش عارف ايه. وفي نقاد وصحفيين يبقوا متضايقين جدا ليه مفيش معيار واضح لاختيار الجاي رجل المباراه، وليه بتتقال في الدقيقة 88؟ ليه مثلا ما تستناش لما الماتش يخلص عشان لو حصل أحداث مؤثرة بعد الدقيقة 90؟ طيب ليه لو في لجنة فنية هي اللي بتختار راجل المباراة، ليه اللجنة دي سرية وليه احنا ما نعرفش أساميهم والكلام ده كله؟ قبل ما أعلق على الحاجات دي عايز أقول إيه اللي بيحصل أصلا في البطولات التانية في أي حتة في العالم. أولا جايزة رجل المباراة دي جايزة مش مهمة خالص، ملهاش أي أهمية. خلي كده الماتش يخلص، تعالى بعديه بيوم او يومين قول مين رجل المباراة، ولا حد فاكر اصلا وكل واحد ليه رأيه. جايزة صعبة جدا، يعني صعب يكون ليها معيار محدد، فهي في الاخر بيغلب عليها وجهات النظر. غير مثلا لما يكون مهاجم جاب هاتريك، طبعا هياخد مان اوف ذا ماتش. مثلا لو جول كيبر عامل كلين شيت وصادد 10 صداد وصد ضربة جزاء وعامل سيفز كتير جدا، هياخدها، مش محتاجة كلام. نفس الكلام مدافع لو عمل تدخلات كتير جدا وحافظ على نظافة شباكه وعمل كليرنس كتير وعمل سيفز من على خط الجون، هياخدها من غير كلام. غير كده ما بتبقاش يعني واضح ان فلان هو رجل المباراة. بيحصل ايه في البطولات اللي حوالين العالم برضو؟ خلينا نقول على اكبر بطولتين، مثلا كاس العالم بتاع الفيفا للمنتخبات، لحد البطولة بتاعة 2018 في روسيا كان في لجنة ومش معلنة أساميها. احنا عارفين ان هي من مدربين، من لعيبة سابقين، من صحفيين ونقاد رياضيين، ما نعرفش أساميهم لأسباب كتير جدا. هما ممكن يتغيروا كل ماتش. ممكن مثلا انت الماتش ده 10 صوتوا، الماتش التاني اللجنة كانت 5، اللجنة على حسب ظروف كتير جدا. فهي وكمان من شروط، يعني من شروط الحياد في مواقف كتير يعني بتحصل في الحياة شبه الموقف ده، ان اللي هيختاروا يكونوا مش معروفين، فمحدش مثلا يقدر يضغط عليهم، فمحدش مش عارف. فطبيعي ان هي اللجنة تبقى مش معروفة. طالما الجهة كده كده اللي بتعمل اللجنة دي اللي جهة موثوق فيها اللي هي الفيفا، خلاص هم يختاروا لجنة واللجنة تعلن. مفيش بقى لا تعالى عرفني اسامي اللي في اللجنة مين وتعالى قول لي، مش شرط خالص. هو في الاخر الموضوع مش محتاج كل ده، الجايزة حاجة بسيطة. الكلام ده لو الجايزة كبيرة ومهمة ساعتها ايه هتفرق، انما في الاخر الجايزة يعني بسيطة، فهي مش محتاجة كل ده. طيب كانوا بيعملوها اللجنة لحد 2018. في البطولة بتاعة قطر ابتدوا بيخلوا الجمهور هو اللي بيختار، بيصوت الجمهور، يخش على لينك للفيفا، مختار لينك الفيفا عامله مخصوص، بيخش عليه يختاروا رجل المباراة. خلاص الجمهور اختار رجل المباراة. ده للفيفا. بالنسبة للدوري الإنجليزي، نفس الكلام، برضو بيخلوا الجمهور هو اللي يختارها على لينك معين للدوري الانجليزي، هو اللينك الرسمي، الموقع الرسمي بتاع الدوري الانجليزي، بتعمل فيه ريجستريشن او ساين اب، وتخش في اخر كل ماتش اول ما الحكم يصفر تخش على طول تختار رجل المباراة. فده في اكبر بطولتين. انا شايف في مصر النظام اللي يناسبنا مش حكاية لجنة فنية الصراحة، ان هي الناس اصلا ما عندهاش ثقة في الاتحاد او في رابطة الاندية علشان يألف لجنة من اسامي مش معروفة ويختاروا بقى كل ماتش نلاقي واحد مش هو، يعني في حد اداؤه احسن منه. فحكاية اللجنة دي الصراحة مش هتاكل مع نظام الدوري المصري. النظام اللي ياكل معانا اكتر انا شايفه هو ان الجمهور يتفاعل مع البطولة. الدوري المصري الجمهور ملوش فيه اي دور، ما بيعملش فيه اي حاجة، بيتفرج في التلفزيون، مفيش حاجة، يعني مفيش رابطة بين الدوري وبين الجمهور، مفيش حاجة بيعملوها
الجمهور يحس بانتماء اكتر للدوري، او الدوري يحس بتفاعل الجمهور اكتر. فدي الفرصة الوحيدة، سيب للجمهور حاجة يعملها، سيب للجمهور حاجة يعملها، خليه يصوت على جائزة رجل المباراة. والسبونسر كده كده هيكسب من اللينك او الموقع اللي بيدخلوا عليه، الناس هتدخل كتير كتير كتير، هتكسب من الاعلانات اللي على الموقع. وفي نفس الوقت بتخلي الجمهور يشارك ويبقى متفاعل اكتر في الدوري. وفيها ميزة تانية، هتخلي الجمهور يعرف الفرق التانية، يتفرج على الماتشات التانية، بدل ما بيتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك بس، لا هيتفرج على ماتشات تانية عشان يخش يختار رجل المباراة بعد الماتش، فيعرف اسامي لعيبة تانية ويعرف امكانيات لعيبة ومهارات لعيبة تانية. فرجته ونظرته للدوري تكبر، بدل ما هي اهلي والزمالك بس، لا يبتدي يشوف حاجات تانية ويكونتريبيوت في حاجات تانية. فانا شايف ان احنا نخليها للجمهور في الدوري المصري. البطولات في العالم يعني كانت دايما لجان، واغلب البطولات حتى مش الكوره بس، يعني بطولات الكوره وبطولات الكريكت مثلا في انجلترا، وبطولات كتير جدا بقت بتتجه ان الجمهور يخش يصوت يختار راجل المباراة خلاص. الجهة اللي منظمة بتختار لاعب الموسم، بتختار مش عارف ايه، قاعدة بتنظم الدوري، قاعدة بتعمل كل حاجة، سيبوا حاجة للجمهور يعملها. في في دوريات تانية بتبقى عايزة الإعلان عن البطولة، الإعلان عن رجل المباراة وهو الماتش شغال، المعلق يقول اسم رجل المباراة. برضو دي طريقة، ما كل واحد بيختار الطريقة اللي بتناسبه، هي ملهاش عرف معين علشان حد يطالب بيه الصحفي. بتلاقوا احنا بنطالب يكون في معيار، ولا في أي معيار واضح، ولا في مثلا ان انت تقول تجمع نقط للعيبه وهو الماتش شغال واكتر واحد واخد نقط. لا لا، ملهاش اي علاقه بكده خالص. تجميع النقط ده ممكن تقيس بيه اداء اللعيبه، لكن رجل المباراه ممكن واحد في تجميع النقط مثلا على حسب ادائه في الماتش يبقى اعلى حاجه، بس مش هو اللي عمل حاجات اثرت في نتيجه الماتش. ممكن يبقى واحد جاب هاتريك، وواحد تاني هو اللي بيعمل التاكلز، وهو اللي بيعمل الكي باسز، وهو اللي عامل اكتر نسبة تمريرات ناجحة، وهو اللي عامل كليرنس، وهو عامل كل حاجة، نقطه اكتر. بس في مهاجم جايب هاتريك، المهاجم هيبقى راجل المباراة. او واحد تاني يقول لك لا، مش المهاجم اللي جاب هاتريك، ده اللي عمل التاني مجهود اكتر وارقامه اكتر. فهي في الاخر عملية نسبية، والجايزة مش مهمة قوي، فالموضوع مش كبير يعني علشان يبقى مشكلة كبيرة. انما انت تقدر تستفيد من الجايزة بما يناسبك، تختار اللي يناسبك. احنا دوري اصلا ما فيهوش جمهور في الملعب، يعني انت لما تعلن في الملعب عن رجل المباراة ومذيع الداخلي يقولها، هنستفيد ايه؟ ده مش حد حتى في الملعب يشجعه ولا يحييه ولا يسقف له. فما فيش جمهور، والاخراج سيء بتاع الماتشات، وغير ماتشات الاهلي والزمالك ما فيش نسب متابعة. فانت يعني مش احسن سيناريو للدوري المصري ان جائزة رجل المباراة تختارها وتعلنها وهو على الماتش، وهو الماتش شغال وعن طريق لجنة مش معروف منهم. مش ده السيناريو المناسب. انا شايف السيناريو المناسب للدوري المصري، خلي الجمهور يخش على اللينك، يريجستر نفسه ويساين اب، ودي هتخلي فيه ريجستريشن اكتر على اللينك بتاع، على الموقع الرسمي بتاع الاتحاد. يقدر السبونسرز يحطوا اعلانات على اللينك ده، هيزود الانتماء الجمهور للدوري، يحس اكتر ان الدوري ده بتاعهم، مش بس متفرج، ده هو ليه رأي وليه كلمة وبيضيف للدوري برأيه وبكلمته. ليها فوائد كتير جدا، ليها فوائد كتير جدا. انا شايف ان ده النظام اللي يناسبنا. شكرا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي رأيكم في كومنتات، شايفين ايه الطريقة المناسبة علشان نعلن رجل المباراة في الدوري المصري. شكرا، ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة على تيك توك وبنفس الاسم على اليوتيوب.